شايفين صلابه الصابون؟ شايفين الصابون عامل ازاي؟ مع ان انا مش مقطعاه حلو يعني، انا بص مقطعاه كبير وصغير، مش مظبطه في التقطيع يعني. هوريكم الرغوه بتاعته دلوقتي. شايفين التقطيع يعني مش مظبوط قوي. دي الصابون اهو. كميه الصابون اللي انتوا شايفينها دي كلها دي ما كلفتش 25 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم كلكم جميعا؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال. وحشتيني كتير من الفيديو اللي فات. بسم الله ما شاء الله. الناس اللي عايزة توفر وتعمل حاجة حلوة وموفرة ونظيفة بصوا وجودة عالية، تسمع الفيديو ده للآخر. يعني أي حد كده حابب التوفير وياخد صابون صلب بجودة عالية يسمع الفيديو ده للآخر. طبعا الصابون مفيش اي تكلفات خالص خالص خالص. هحكي لكم على كل التكلفات واللي انا يعني والتكلفه اللي انا جبت بيها والاسعار اللي جبت بيها الحاجه وكل حاجه عملتها هحكي لكم عليها بالتفصيل الممل. شايفين لما جيت اقطع الصابون كان نشف خالص يعني، قطعت بالعافيه انا. ولما جيت اعمل عليه علامه كده ولا ورده بالكوبايه كده عملتها من الناحيه اللي تحت عشان كان هي لسه طريه شويه. فانا هحكي لكم على كل حاجه دلوقتي، بس اهم حاجه ما تنسوش ام محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزل يوصلنا على طول. طبعا زي ما انتم عارفين احنا قناتنا قناه ريفيه ومحتوى ريفي، اي حاجه نقدمها في قناتنا فهي ريفيه، بنتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلوا مع القانون والفرن الطين والحياه البسيطه الطبيعيه، حياه اهل زمان اللي كلها رضا وبساطه وبصوا وكل حاجه حلوه. فبصوا بقى انا حبيت اعمل معاكم الصابون الصلب اللي هو كان اسمه الصابون النابلسي او الصابون العادي او صابون الغسيل، الصابون اللي انتوا عارفينه ده، بس بطريقه حلوه. ويعني انا هنا كنت بشرح بس انا حشت صوت بصراحه، حشت صوت عشان كان في ضوضاء كتيره بره في الشارع، ويعني بصوا كان في يعني وش كتير. فانا لغيت الصوت قلت انا هفهمكم كل حاجه كده بصوتي واعرفكم يعني التكلفات بالظبط. بصوا يا جماعه انا معايا كيلو واحد زيت مستعمل. زيت انت كل ما تكون مستعمله زيت اكتر، كل ما الزيت ما يكون جاليتي فيه اكتر، وكل زيت ما يكون غمش اكتر، كل ما هتاخدي صلابه اكبر من الصابون. يعني يعني الصابون فيه صلابه كده وحلو يعني. بس اهم حاجه تصفي الزيت تصفيه حلوه، تصفيه بالمصفى وبعدين تصفي تاني بشراب ولا باي حاجه، يعني ما تخليش الزيت فيه اي بقع سودا اي حاجه كده من بقايا الجاليه وكده. يبقى نظيف خالص خالص الزيت، يعني يكون مش هو مجلي بيه كل حاجه ومستعمل، وانت كمان المفروض كنت هترميه، بس يكون نظيف من اي بقع اي شواغب كده، فضلات من الاكل البدنجال او السمك او الحاجات اللي انت بتجليها، يعني ما يكونش موجوده فيه، تصفيه خالص نهائي. فبصي انا عملت دلوقتي هي كوبايه، انا كنت جايبه ليمون، جبت 2 كيلو ليمون كده ورحت عملتهم ورحت عصرتهم وخدت الميه بتاعتهم وعملتها مكعبات ورحت حطاها في شنطه كبيره ورحت حطاها في الفريزر عشان الليمون لما يغلى انا هبقى عندي المكعبات ده اطلعها مثلا في رمضان ان شاء الله، نعيشنا في اي وقت كده الليمون بيغلى فيه، واللي يكون الليمونه بقى السنه اللي فاتت دي شفتوها كان الليمونه وصلت 3 جنيه و4 جنيه، فاحنا عملت دي. فانا بقى قشر الليمون اللي انا كنت المفروض برضه هرميه، قشر الليمون اللي كان المفروض هيترمي، لا انا سلكته وخدت منه كوبايه المج الكبير اللي انتوا شايفينه معايا ده، خدت منه كوبايه كبيره كده ورحت حطاها ورحت حاطه عليها 8 كيلو بطاطس. خلي بالكم شوفوا البطاطس ده اللي هو الماده الكاويه واللي هو عامل زي قشور جوز الهند كده، تروحوا العطار تقولوا بطاطس اللي هو الناشف يعني، اللي هو شوفي تقولي لا يا بطاطس الصودا القاويه يعني، بص او مسلك الصرف في المجاري يعني، فاهميني؟ ف... ففي كل بلد بقى ولها اسم والدول العربيه بيقولوا عليه القطران ومش عارف يعني، في ناس كل واحد بيسميه اسم. هم احنا من البطاطس بس هو ناشف كده يعني، عامل زي حبيبات الملح كده. فرحت رحت نازله بكوبايه ليمون وميه ليمون اللي انا سلقاه، القشر اللي انا سلقاه القشر، والباقي القشر انا ما رجحتش برضه، انا خليت عشان احط عليه في المسيح في التنظيف. فبص بقى رحت حاطه عليها 8 كيلو بطاطس، انا كنت جايبه ربع كيلو وحطيت نص عشان انا هعمل كيلو زيت واحد، فانا حطيت عليه التمن. انا بقول لكم بصرح لكم بكل بساطه ببساطه وفهم عشان ما اقولكوش جرامات ومش عارفه وانتوا ما تفهمونيش حاجه. ورحت حاطه عليه زي ما انتوا شايفين كده معلقتين ملح ومعلقتين سكر
معلقتين ملح، كل لازم تقلب كتير خالص، تقلب كتير. يعني انا حطيت كوبايه ميه الليمون، وحطيت عليها ايه بقى، وحط عليها البطاص، التمن كيلو بطاص يعني نص الربع، وقلبت ماشي. وبعدين رحت نازله عليهم تاني بالزيت وقلبت. وكنت حاطه بقى معلقه، واحط معلقه، ودي كوبايه بريل. عارفه الصابون السائل اللي انت بتجيبي، اي صابون سائل انت بتغسلي منه المواعين، المج ده اللي انا عايرت بيه كل حاجه. انا عايرت بيه كل مج انت شايفاه ده، كوبايه انت شايفاها دي، انا عايرت بها كل حاجه. عايرت بها ميه الليمون، عايرت بها البريل زي ما انت شايفه كده. الزيت ده معروف كيلو زيت مستعمل، بس اكتر من كده ما فيش. فرحت حاطه بقى بريل من اللي انت شفتيه ده، بريل، اي بريل تستعمليه في البيت، اي صابون السائل، الصابون الرخيص خالص اللي انت بتجيبيه، السائل التخين ده، الصابون التخين السائل اللي انت بتشتريه وتمسح بيه وتكنسي وتدعكي بيه المواعين، الصابون السائل التقيل مش الخفيف اللي انت مش مخففه بميه، التقيل كده. حطيت مج برضو من ده ماشي. وحطيت كيس جل برسيل، انت عايزه تحط جل اوكسي، جل اي ريال اللي انت عايزاه. انا حطيت جل برسيل عشان بيدي ريحه حلوه للصابون. وحطيت كيسين شامبو، وكنت هحط جراصلين بس ابو محمد نسي يجيبه. يعني انت لو عندك جراصلين حطي معلقه جراصلين، الجراصلين بتحافظ على نعومه الايد، فاهماني؟ بس انا حطيتش جراصلين عادي، هو الصابون اشتغل من غيره وماشي وكل حاجه، بس عشان بيحافظ على نعومه الايدين وهو ما كانش موجود فانا ما حطيتهاش. دي الحاجه الناقصه اللي في الصابون، يعني مش ناقصه، مش حاجه اساسيه ولا حاجه هتضر الصابون، لا هي حاجه بتخلي ايديكي يتحافظ عليها ما تتعبكيش ماشي. فانا قلبت سكت اقلب بطريقه كتيره خالص، اسيبها شويه وارجع اقلب. وبعدين ضفت بقى في الاخير، ضفت كوبايه دقيق بالمعيار اللي انت شفتيه برضو، بنفس الكوبايه، كوبايه دقيق. بس هو ده اللي انا عملته. معلقتين ملح ومعلقتين سكر وغطيين خل، يعني مريت الغطا كده والغطا كده خل، قولي معلقتين خل ومعلقتين خل، وكوبايه ميه الليمون، وكوبايه بريل من اللي موجود عندك في البيت، هو الصابون السائل يعني، وكيس جل برسيل، وكيسين شامبو. حطيت كيسين شامبو عشان الريحه، كيسين شامبو من الكيس الرخيصه الصغننه خالص دي، فهماني؟ وكيس الجل برسيل ده مش بيكمل 3 جنيه كده. والكيسين الشامبو يعني بص اهو، ادي الصابون بتاعنا عملتهم. الكميه اللي انا عملتها قد، وكوبايه الدقيق دي كان اخر حاجه، الدقيق دي كان اخر حاجه اضيفها بس. وتفضل تقليب حلو خالص لما يبقى مفيش اي كلاكيع، مفيش اي حاجه خالص. وبعدين انا صبيتهم وقعدت، يعني صبيتهم دي كرتونه انا جبيتها كده وفرشت فيها كيس، والتانية كانت صينيه وفرشت فيها كيس ورحت صبه فيها كده. بس التانية كانت كان رقيق شويه، يعني شوفي الصابونه رقيقه شويه، دي كان صابونه عاليه كده وحلوه. فعملت كميه كبيره، شايفه دي وحدها، بس دي وحدها عملت 12 قطعه، التانية مش عارفه عملت 9 ولا قد ايه، بس كانوا رقاق شويه يعني. فانا لما صبيتهم بقى، صبيت هنا معلش انا وقفت الصوت شويه، اتكلمت مع حد كده عن حد كان جاي عندي، فانا زي ما تقول نسيت يعني ان انا كنت بقول ايه. فبصوا انا صبيتهم في كرتونه مكبوبه كده وفي صينيه زي ما انتوا عارفين. وبعدين سبتهم، انا كنت عاملاهم فخر النهار قبل المغرب، سبتهم بقى الليل كله والنهار كله. وجيت انا اختي بقطع بالليل، شايفين انا بقطع بالليل، كان حوالي الساعه 8 بالليل زي ما انتوا شايفين كده، انا بقطع الصابون كده بالليل. فكان مسك شويه، يعني هو كان مسك معايا شويه. فشايفين مسك، يعني المفروض كنت قطعت قبلها بساعتين كده، فالصابون كان نشف شويه، يعني كنت بقطع بالعافيه بالسكين. فانا لما حبيت حتى اعمل نكشه على الصابون، فانا ما عملتش النكشه دي في الناحيه اللي من فوق، لا عملتها في اللي من تحت، الشكل اللي من تحت طريه شويه، اللي هي قعر الكرتونه اللي في القعر من تحت او في قعر الصينيه من تحت. فانا عملت نكشه بالكوبايه كده دوبك عرفت اعمل فيها، لان هي كانت طريه شويه. الصابونه متصلبه صلب حلوه وبترغي حلوه، هتشوفوا معايا الاخت الرغوه في الفيديو. يعني بسم الله ما شاء الله، صابونه جميله وطريقه جميله وطريقه موفره. هقول لكم على التوفير بتاعها. انا جبت البطاص الربع، مش التمن، الربع البطاص والكيس الجل والشامبو جبتهم ب 22 جنيه، جبتهم ب 22 جنيه. اما الزيت عندك مستعمل، الليمون قشر ليمون، الدقيق كوبايه دقيق من عندك انت واحده بس، السكر والملح معلقتين ومعلقتين، يعني بصي ارخص من كده ما فيش. احسبي انت، شوفي كلفت كام. 22 جنيه بطاص، مع ان حطيت نص البطاص. لاحظي ان انا حاطه نص البطاص مش البطاص كله، انا جبت ربع كيلو حطيت توم. ف 22 بطاص وشامبو وجل برسيل عملوا 22 جنيه بس، فقط لا غير.
ودقيق، كوبايه دقيق من عندي من البيت، اي دقيق عندك في البيت، بس يكون دقيق قمح، يعني دقيق قمح فين، واهم حاجه ما يكونش دقيق شامي، دقيق من عندك في البيت، وزيت مستعمل انت كل المفروض ترميه بس. اكتر من كده مفيش. شوفي التكلفه، شوفي كميه الصابون، اكتر من 20 صابونه، 12 حته و9، شوفي كام، 12 و9 23 صابونه، 12 و9 21 صابونه، 21 صابونه من الصابون ده. بس في صغير وفي كبير، في انا مش مقطعه يعني في كبير خالص عن اللزوم، في صغير عن اللزوم، في رقيق، عشان انا مش متقطعه متناسق، مفهمني؟ اهو كنت عاملاها نكشه بالكوبايه، والصابونه ناشفه وصلبه صلبه كده وبترغي، وحلوه جدا جدا جدا. وانا بقول لك معلومه حلوه ومفيده ليكي، لا اقول لك كام جرام ولا كام ملي ومش عارفه، واقعد اقول لك حاجات انت ما تفهميهاش وحاجات مش مفهومه. دي حاجات سهله ورخيصه موفره جدا جدا، هتشكر ام محمد عليها، بس تتبع الخطوات صح وتفضلي تقلبي صح، وتبقى عندك صبر على الحاجه تصبري عليها، انت هتعملي احلى صابون صلب في بيتك، نظيف بيلمع الالمونيا، انت عارفه نظافته، انت عارفه عنه كل حاجه، وانت اللي عاملاه بايديكي وموفره. لو انت عايزه تعملي مشروع تبيعي وتستفيدي منه، اعملي، ده مشروع مفيد ومكس. الصابونه دي 15 جنيه على فكره، حته الصابونه الكبيره دي عامله 15 جنيه. شوفي انت احسبي بقى كام صابونه انا عملتهم يا ستي. ما تقوليش ان هم عشان في صابون فيهم رقيق الصينيه التانيه كانت رقيقه، قولي 15 حته بس، مش 21 حته صابونه، مش 21، قولي 15 حته صابونه. شوفي انت بكام على 15 جنيه، شوفي احسبيها هيطلعوا بكام. لو هتعملي مشروع تاكلي منه عيش تكسبي فيه، وتصل يعني وتمشي حالك بيه، هيبقى مفيد ليكي ومربح جدا جدا جدا. فده الصابون اللي احنا بنشتريه حتى 15 جنيه اهو، بزيت مستعمل، شويه دقيق من عندك من البيت، والمكونات اللي انا حطيتها رخيصه جدا جدا. انا حسبت لك 22 جنيه لاني انا جايبه ربع كيلو، انا عملت بنص الربع. دي الصابون شكلها اهو بعد ما خلص، وكنت عاملاه بالكوبايه عسل كده من الاخر. وبعدين هوريك الرغوه، شوف الرغوه في اخر الفيديو، ما شاء الله عليه حلو جدا جدا. هنا كنت بروك اهو، كنت بخبط لكم الصابون ده انا في بدايه الفيديو، انا طالما خبطت وريتكم صلابه الصابون، انا هنا كنت كاتمه الصوت معلش. فبص بقى الصابون كان ناشف وحلو وصلب جدا جدا، والرغوه بتاعته حلوه جدا جدا. فمعلش برضو وانا بعمل الرغوه عبد الرحمن كان ماسك التليفون، فالتليفون جه ايد على التليفون فوقف ورجع شغل تاني، لحسن تقولي لا مش الرغوه ده الرغوه بتاع الصابون بجد بجد. وفي ثقه بينك وبين ام محمد، هتعرفي انا معاكي صادقه ازاي. شايفه انا معاكي صادقه ازاي؟ انا كنت جايبه اروح حبه ميه في النحاسه عشان انضفها والمعها، ان هو بنلمع الالمونيا، كنت اهو وجبت ميه وبدات ادعك في الصابونه زي ما انت شايفه كده، احسن تقولي التصوير اتغير ليه، لان عبد الرحمن ايديت على عبد الرحمن صغير 6 سنين، ايديت على بتاع، فتحنا تاني وشغلنا. ما شاء الله الرغوه دي من الصابونه، والرغوه دي من الصابونه، والصابونه رغوتها عاليه مع انها لسه طريه. الرغوه ما تبانش غير بعد شهر، الرغوه الحلوه الكبيره ما تبانش غير بعد شهر، خليكي فاكره الكلام ده، لان الصابون كل ما بتصلب كل رغوه ما بتعلى. ودي كان الفيديو بتاعنا، يا رب نكون افدناكم نكون امتعناكم. بشكر الناس اللي جديده، بشكر الناس اللي معايا من زمان، واقول لكم انتوا كلكم عرس من فوق، شرفتوني ونورتوني. بشكر اي حد بيعمل لي اعجاب، اي حد بيكتب لي كومنت حلو يشجعني بيه، اي حد بيعمل لي تعليق حلو يشجعني بيه ويدعي لي، كل رب في ميزان حسناتكم. بشكركم كلكم، انتوا كلكم على راسي من فوق، والناس دخلت لي، الناس اللي لسه هتدخل عندي على راسي من فوق. وشيروا الفيديو كده خلي ناس كتير تشوفه، لاصحابكم واللي عنده جروب شيرنا الفيديو وشيرنا القناه، واعملوا لنا اعجابات كتير عشان فيديوهاتنا تتشاف. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.